جمعية البر الخيرية بالبديع في محافظة الأفلاج تأسست عام 1424 للهجرة تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، مسجلة برقم 247. إحصائية عدد المستفيدين اللي تقوم الجمعية بخدمتهم 477 أسرة حسب التصنيف التالي. نقدم لكم المشاريع والبرامج والأنشطة اللي تنفذها الجمعية على مدار العام. المشاريع والبرامج المستمرة: السلال الغذائية، يتم توزيع سلة غذائية كل شهرين لكل أسرة. تكلفة تقديرية للمشروع 750 ألف ريال. قروض الأسر المنتجة، وهي قروض حسنة تسدد عبر أقساط مريحة وبدون فوائد. ترميم وصيانة المنازل، سداد إيجار المنازل، سداد فواتير الكهرباء، مشروع تأثيث المنازل وتوفير الأجهزة المنزلية، كفالة الأسر شديدة الحاجة، كفالة الأرامل والمطلقات، الإعانات الطارئة، رعاية الأيتام، تفريج كربة، كفارة اليمين، المساعدات الطلابية. المشاريع والبرامج الموسمية: الزكاة، توزيع الزكوات والصدقات في حسابات المستفيدين خلال شهر رمضان من كل عام. صدقة الشتاء، تؤمن مستلزمات الشتاء للمستفيدين، بطانيات، دفايات، ملابس شتوية. السلال الغذائية الرمضانية، الإفطار الرمضاني، إفطار المساجد والمخيمات. بإمكانك دعمنا على الحسابات الرسمية التالية أو من خلال المتجر الإلكتروني للجمعية. للتواصل معنا